بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن المجالس، مدارس لحكيم العرب، وهذا البحث تطرقت له أنا، وكان بداية البحث تبعي في جامعة الزعيم الأزهري في السودان منذ فترة طويلة من التسعينات، ولكن طبعا تابعت هذا البحث العلمي وتطبيقي، ومررت على الكثير من المجالس في الوطن العربي، ولكن المجالس أنا راح أركز عليها هي المجالس مدارس الحكيم العرب اللي طرقت لها 5 أنواع من المجالس. زايد طيب الله ثراه كيف كان يدير دفة الحكم من خلال المجلس، وهذا خرج المجلس هذا أجيال من الشيوخ كرام ومن قادة ومن ضيوف كانوا يستقون من هذا المجلس. فكان مجلس الشيخ زايد عامر من الصباح حتى المساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته، لأن الآن هذا يدرس، ونحن رايحين إن شاء الله نعمل له فصول للفصل الأولي اللي هو زايد كيف كان يدير دفة الحكم من خلال المجلس. أما بالنسبة للمجلس الثاني قلنا زايد حكيم العرب إدارته لإدارة الأزمات، كيف كان الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه كان يدير أيضا من خلال المجلس الأزمة، سواء كان الأزمة كبيرة يتشاور مع أصحاب الاختصاص ومن المقربين في الرأي في حل الأزمات، وكان يديرها وهو يتناول فنجان من القهوة. هذا بالنسبة لإدارة الأزمات. وأحيانا يتطلب الله يغفر له ويرحمه كان ينتقل من إمارة إلى إمارة ويبقى عند أبناء شعبه بين الإمارات، بين إمارتين أو في الإمارة نفسها، فيصلح حتى تهدأ الأوضاع ثم يرجع إلى العاصمة. هذا كان أيضا مجلس من مجالس إدارة الأزمات. وهناك من أبناء الوطن طلبوا مني على أساس أنهم يأخذون هذا البحث العلمي زايد وإدارة الأزمات، وأعتقد أن إن شاء الله نجمع الكثير من المراجع بحيث أن أي طالب في المستقبل يريد أن يزود بهذه المعلومات، وعلى أن الفترة الأخيرة طبعا عملنا حليف استراتيجي مع الذكاء الاصطناعي، بحيث أيضا نربط بتعاون مشترك ما بين الذكاء الاصطناعي وما بين ما جمعناه في زايد وإدارة الأزمات من خلال المجالس. وهذا عنوان رسالتي، المجالس مدارس الحكيم العرب في ال5 مجالس راح نطرق لها. إذا نحن طرقنا الآن إلى مجلسين، والمجلس الثالث سميته مجلس الفصول. ومجلس الفصول كان الشيخ زايد طيب الله ثراه كان فصل الشتاء عنده مجلس يختلف، وخاصة يعني عندما يطلع في المناطق اللي سواء كان في البر أو في المناطق اللي فيها نقول نحن مراكيض وفيها الثروات الحيوانية، بحيث أنه يعمل مسابقات سواء كان في سباق الهجن أو السباق في كافة أنواع، ويتطلع وأيضا يتقرب من أبناء الوطن بحيث أنه يشجعهم على الثروات الحيوانية وعلى الحفاظ على أرضهم، وعلى أيضا ويعطي ويصدر حتى بطايق لتلك الثروات بحيث أنه يعمل ويخصص لها، بحيث أنه يحافظ على الثروة الحيوانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا فصل من فصول زايد في الشتاء. أما الصيف فوجدنا زايد دائما مع أبنائه وهو يناقشهم في الرطب، يعني في مجلس جميل له صورة الله يغفر له ويرحمه مع أبنائه، كثير من الصور كان يناقشهم وفي زراعة النخيل ويتطلب منهم وتشجيعهم. وهذا المجلس الفصول وخاصة كان في مدينة العين والمنطقة الغربية اللي هو الآن، وأيضا كثير من المناطق في دولة الإمارات. والحمد لله الآن أجنينا فوق 40 مليون نخلة
من مجلس زايد العامر اللي كان يشجع أبنائه في زراعة النخيل. وهذا أيضا أنا وثقته، والحمد لله أيضا بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي، وراح إن شاء الله نعمل له فصل كامل زايد والفصول، وخاصة في الشتاء أو في الصيف. هذا المجلس الثالث. راح أتكلم عن المجلس الرابع والمجلس الخامس. فلكم من الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.